كلنا عارفين ايه هو الدروب ست وحافظنا السوبر ست، بس يا ترى ايه هو الجاينت ست؟ ازيكم يا شباب، معاكم احمد بكر من بكر جيم. هتكلم النهارده عن اسلوب من اساليب التدريب زيه زي الدروب ست والسوبر ست، لكن اسمه جاينت ست او المجموعات العملاقه. والناس بقى بتاعت يا كابتن الانجليزي بتاعك مش عارف ايه. قلت لك انجليزي وقلت لك عربي، افهمها بقى زي ما تفهمها. جاينت ست هو اسلوب تدريبي بيستخدم للجمع ما بين 3 تمرينات واحيانا اكتر بدون فترة راحة، وهو برنامج الاصل او الهدف منه في الاصل تدريب عضلة واحدة لكن ب3 زوايا مختلفة او اكتر. وفي الفيديو ده هوضح لك ازاي تستخدم اسلوب المجموعات العملاقة او الجاينت ست في تدريبك لعضلة الكتف. ال3 تمارين هيكونوا كالآتي: تمرين الرفرفة الجانبية بالدمبل، تمرين الرفرفة الأمامية على الكيبل، وتمرين كتف خلفي على الكيبل. أول تمرين معانا هيكون تمرين الرفرفة الجانبي بالدمبل. زي ما انت شايف بتمرن بسلاسة وبهدوء، ويا ريت تختار وزن تكون انت اللي متحكم في الدمبل. يجي بعد كده التمرين التاني وهو تمرين الرفرفة الأمامية على الكيبل، وده بيستهدف عضلة الكتف الأمامية. زي ما انت شايف برضو لازم التمرين يكون بوزن هادي جدا، وزن تقدر تتمرن بيه وانت مرتاح، لان التمارين الرفرفات دي ما بتحتاجش انك تتمرن باوزان عالية فيها. اخر تمرين معانا وهو تمرين لعضلة الكتف الخلفي. التمرين ده جميل جدا لكن لازم تعمله بتركيز. بتجيبه على الكابل الفي لو موجود، مش موجود كابل في يبقى الكابل الواسع مفيش مشكلة خالص، وتتمرن بتركيز زي ما انت شايف في الفيديو بالظبط. هتعمل 10 عدات من كل تمرين بدون راحة بين ال3 تمرينات. وبكده يبقى احنا شرحنا بكل بساطة اسلوب من اساليب التدريب اسمه جاينت ست. انتظرونا في شرح باقي اساليب التدريب. لو ليك اي سؤال سيبه في تعليق، لو عايز تقول اي كلمة حلوة سيبها برضه في تعليق. ومعانا ماشي. كلنا زهقنا من السوبر ست والدروب ست. بس تاخد شلال بسرعه. ماشي. اصبر. كلنا زهقنا من السوبر ست وزهقنا من الدروب ست. طب ما تيجي بقى اعرفك الجاينت ست. جميل.